اولا قبل من الحديث على المباراه ضد المنتخب الاسباني، خليني نفتح واحد القوس ونقول بانه كره القدم الوطنيه الحمد لله كتعرف في هذه السنوات الاخيره واحد التطور كبير على جميع الاصعده، وهذا اذا كان الفضل فهو راجع صاحب الجلاله نصر الله محمد السادس على الرؤيه ديالو الصائبه والتوجيهات ديالو الرشيده، وبعدها العمل الكبير اللي قام به السيد رئيس الجامعة فوزي القجع فيما يتعلق بهذا الجانب، هذا تطور كرة القدم على جميع الأصعدة. فالحمد لله الثمار بدات كتعطي، والحمد لله أننا اليوم كنشاهدوا المنتخب الوطني وحنا كرة القدم الوطنية وحنا مرفوعين الرأس، المغاربة قاطبة جميع مغربي فما يمكن له الا انه يكون تشرف بما وصلت له كرة القدم الوطنية. ولكن هذا ما كيجعلنا الا اننا يكون عندنا بلوس دو سواف كما تنقولوا، نكونوا متعطشين اكثر لتحقيق ما هو افضل. المقابلة هذه تكون مقابلة صعبة بكل صراحة، لان يكفي انني نقول لك سون دومي فينال ديال الالعاب الاولمبيه، فكنظن على ان الكل واعي بالمسؤولية الملقاة على العاتق ديالو. ديما تنقول بانه متشرف بتواجدي مع هاد الرجال، ما تنقول لهمش لاعبين ولكن رجال، لان لمسنا فيهم بكل صراحه واحد الحب كبير للوطن، واحد الغيره كبيره على الرايه، واحد المسؤوليه كبيره من اجل تطوير كره القدم والرقي بكره القدم واعطاء كره القدم المكانه اللي كتستحقها. فمشكورين من هذا الباب هذا على المجهودات ديالهم، على الروح ديال الجماعه اللي كتسود داخل المنتخب الوطني، وعلى الرغبه ديالهم الكبيره في تشريف كره القدم وفي ادخال الفرحه على الجمهور الغالي على قلبنا وعلى ملكنا الغالي على قلبنا. فكنتمنى من الله باش اننا ندوزوا للنهائي، لان بكل بساطه هاد اللاعبين هادو وهاد الرجال هادو يستحقوا انهم يكونوا في النهائي، ويستحقوا الميداليه الذهبيه لما لمسنا منه فيهم من تضحيات جسام ومن كذلك يعني تقنيات، لا التقنيه ولا التكتيكيه. وكنظن المقابلات تلعب على جزئيات بسيطه. المنتخب الاسباني فالان فهو مكشوف لنا كيف ما حنا مكشوفين له. تلعبوا بزاف ديال المقابلات، الامور الان واضحه، ما بقاش داك العامل ديال المفاجاه اللي كان كل مدرب كيسعى ليه قبل من بدايه المسابقه باش انه يدرق يعني لي بوين فور ديالو ولا لي بوين فيبل ديالو، ويعمل على ذاك الجانب ديال المفاجاه. كنظن الحين الامور واضحه، كنعرفوا نقاط القوه ونقاط الضعف ديال الفريق الخصم كيف ما هو كيعرف نقاط القوه ونقاط الضعف ديالنا. علينا اننا نكونوا جاهزين فاش يصفر الحكم ونبقاو مركزين. وكنظن الفريق اللي تكون عنده رغبه اكبر، الفريق اللي يكون المنتخب اللي تكون عنده رغبه اكبر، المنتخب اللي يكون مركز اكثر، المنتخب اللي يكون يعرف يضبط المشاعر ديالو اكثر، فكنظن هو اللي غادي يظفر بالمقابله. وحنا ما عندناش شي خيار من غير اننا نفوزوا ان شاء الله الرحمن الرحيم.